السلام عليكم عزيزاتي المشاهدات، أعزائي المشاهدين. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو فيه جميعا في أحسن الأحوال، ونتمنى يعجبكم الأطباق التوعية ولو بسيط، لأنها بسيطة ولكن صحية ومفيدة. اليوم غادي نشارك معكم إن شاء الله واحد العجينة سحرية مفيدة رائعة رائعة. كنقدروا نديروا منها بزاف د الحاجات، نديروا منها بسيطلات صغار، نديروا منها لي سوشون، نديروا بحال هكا بوراك. ناخدو 500 غرام تاع الفرينه، معلقه تاع الخل، بيضه، معلقه السكر، الملح حسب الذوق. وانا كندير فيها طريقه تاع البزار باش ندير مثلا المملحات اللي غنخلطوها بالمملحات، نعمروها بالمملحات عفوا. ونتمنى تنال اعجابكم. غادي نخليكم دابا نعجنوا العجينه ومن بعد نتلاقاو. دابا غنحطوا العجينه ترتاح، نخليوها ترتاح وندوزو نوجدو الحشوه ان شاء الله. في الحشوه عندنا جوج بصلات مشلضين مزيان، عندنا الكفته، عندنا الجزر محكوك والقزبر والمعدنوس. كنديرو مسقنقله كنسخنوها مزيان، نحطو فيها الزيت والبصله. اللي بغى يدير الزيت البلديه يديرها، اللي بغى يدير الزيت العادي يديرها. كما لا يعرف تعرفوا سيداتي، تشحري البصله مزيان، تزيدي عليها الكفته ونشحروا الجميع. خصنا نفرتو الكفته مزيان باش ما تبقاش مكوره، نبقاو نديروها بالمدلك مزيان. ونزيدو شويه خيزو، اللي بغى يزيد القرعه يزيد، اللي على حسب الذوق. انا عطيتكم هاد الحشوه ديالي غير حشوه بسيطه، واللي بغى ينوع ينوع. اللي ممكن تعوضي الكفته بدجاج بالحوت باش ما حبيتي انت يا سيداتي. وكان ممكن تقدميها العشاء ولا غدا. وانا كاع الاطباق اللي كنقدم لكم كنديرهم في الفران، كنستعمل الفران بزاف. هنا غادي نديرو معلقه الخرقوم،
معلقه الابزار، الملحه، معلقه تاع الهريسه اللي عندك الهريسه، معلقه تحميره بابريكا، واللي بغى يزيد شي منسمات بحال الزعتر ولا يزير ولا يزيد، كل واحد حسب الذوق تاعو. كنخلطوا الحشوه مزيان باش تدخل العطريه في جميع العناصر. من بعد نحطوها تبرد، نزيدو القزبر والمعدنوس ونحطوا الحشوه تبرد، باش ملي نجيو نعمرو بها خصها تكون بارده باش ما تسرقش لنا الورقه. بعد ما ارتاحت العجينه كناخذوها كنقطعوها كويرات صغار وكنحطوها عاود ترتاح تاني ربع ساعه ولا على حسب، على 10 دقائق حتى 15 دقيقه، ونسرحوها مزيان، نورقوها بحال اللي غادي نورقوا المسمن، حيت العجينه ملي كتكون طايعه كتمشي غير بوحدها. ملي كتكون مرتاحه العجينه انت كتسرحيها وهي كتبعك. ونتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم هاد الوصفه وتجربوها. وانا من هذا المنبر كنشكر الجميع، كنشكر كل من ساهم في القناه، كنشكركم جميعا، نساء ورجال، بنات واطفال، شباب، كلكم كنشكركم جميعا. كنتمنى التوفيق للجميع. خاصك تبرقيها مزيان حتى تولي رقيقه، حيت قد ما ترقات العجينه كتخرج رقيقه ومورقه. رضيت. بعد ما كنورقوها مزيان كنقطعوها مربعات. انا خديتها على هذا الشكل، وانتي ممكن السيدات ديري اي شكل كتبغي. من بعد كندهنوها مزيان بالزبده او بيضه صفر، بيضه ندهنوا به، او زبده والواحد التحميره تخلطوهم مزيان ودهنوا بهم، كل واحد على حسب الاختيار ديالو. وكندخلوها للفران كيكون مسخن على درجه الحراره ديال 200 درجه ولا 250، كل واحد على حسب الفران ديالو.
كندخلوها الفران، كنخليوها طيب ما بين 25 دقيقه حتى لنص ساعه على حسب الفران. كنقصو عليها نديرو لها في الاول 250 درجه ونديروها الوسط ونخليوها طيب باش يتنفخوا ويجيو مقرمشين ما شاء الله. ومن بعد نقصوا درجه الحراره ونخليوها تبقى تقرمش طيب مزيان في الفران. ونتمنى من الله تعجبكم. وانت ممكن ديري اي شكل يعجبك، انا درت هذا الشكل وانتم ممكن ديروا اي شكل، ديروهم على شكل دوائر، ديروهم مسيطلات، ديروهم في اي شكل كيعجبكم. نتمنى من الله تعجبكم هذه الاكله، ممكن ترافقيها مع حساء او شوربه العشاء او غداء. نتمنى الله تعجبكم هذه الوصفه، هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب ديالكم. والسلام عليكم جميعا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء وعن المسلمين اجمعين.